I think it's important for these systems to understand you, self and other, and that's probably the beginning of something like self-awareness. ديب مايند أول شركة اللي شكلها هتغير العالم في السنوات الجاية. سنة 2010 جالك 3 أشخاص اللي هم ديميس حسابس، يا رب أكون نطقت اسمه صح، وتشين ليج ومصطفى سليماني. مصطفى سليماني ده لوحده خده على جنب كده عشان إيه لينا قاعدة معاه. هم الثلاثة جم اجتمعوا في جامعة لندن وبالذات في وحدة جاتسبي لعلوم الأعصاب، وقالوا مع بعض كده ليه ما نعملش شركة اسمها ديب مايند. وفعلا في 2010 في نفس السنة انشأوا شركة ديب مايند. بعد كده ديميس حسابس اللي مش عارف بنطق اسمه صح ولا غلط الصراحة، بدأ انه يشتغل على الذكاء الصناعي ويخليه يتعلم على الألعاب القديمة شبه مثلا بريك اوت اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، شكلها اخسر مش عارف ليه، ولعبة بونج، وكمان لعبة سبيس انفيدرز. اكيد كلكم لعبتوا سبيس انفيدرز اللي انت بتبقى فيه سفينة فضائية وبتحاول تقتل المخلوقات الفضائية الموجودة هناك. زمان كنت بحارب فراخ انا مش عارف ازاي. فديميس بقى حاول انه يخلي الذكاء الاصطناعي ده مش بس انه يحاول يتدرب على معلومات قبل كده ومحاولات، لا خلاه بدل ما يتدرب على الجيمات اللي هو لعبها قبل كده، لا يبدا اللعبه من اول ويحاول يحترفها مع نفسه شبه كأنه واحد ماستر بقاله يلعب بقاله سنين. وفعلا الفكره دي لاقت اعجاب ناس كتيره شبه صاحبنا ايلون ماسك اللي مش هتلاقي اي حاجه موجوده غير اللي هتلاقيه مستثمر فيها. فجات لك شركه جوجل في 2014 قالت ايه ده انتوا بتاكلوا الكيكه من غيري، فقامت داخله وبدل ما تاخد حته من الكيكه لا اخدت الكيكه كلها، استحوذت على الشركه ب 600 مليون دولار. وقبليها كانت شركه ديب مايند كانت بتتعاقد مع فيسبوك بحيث ان فيسبوك كانت تاخدها، لكن في الاخر الفلوس هي بتتكلم وجوجل ايه لمت الدنيا كلها. وفي معلومه جانبيه ان في 2025 اترفع على شركه جوجل قضيه بانها بتستخدم اسلوب المونوبولي اللي هو بتحاول تستحوذ على اي شركه منافسه ليها، زي مثلا بصت على يوتيوب كده قامت حاطه اكتر من مليار ونص دولار على الترابيزه وشارياها، زي مثلا شركه ديب مايند قامت رميه لها 600 مليون دولار كده على الترابيزه. ده غير انها بتحاول تخلي المتصفحات التانيين شبه اوبرا وغيرها بانها بتدفع لها فلوس عشان تخلي محرك جوجل هو المحرك الاساسي للمتصفح. بعد ما جوجل استحوذت عليها زي ما تقول كده بلاعه وطفحت من كتر الحاجات اللي الشركه عملتها بعدين. الشركه بعد الاستحواذ دخلت في مجالات كتير شبه انها دخلت في تطوير الذكاء الاصطناعي اللي هو جيميناي، ده غير النموذج اللي فات اللي اسمه جيما. مش كده وبس، ده كمان عملت لك نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور والفيديوهات اسمه فيو 3. ده غير كمان دخولها في عالم الروبوتات، صناعه الروبوتات، وكان من اهم اختراع ليها اللي هو اداه الفا ايفولف. الفا ايفولف عباره عن ان الذكاء الاصطناعي بيطور من نفسه، يعني مثلا بدل ما انت تديله حاجات بس متدرب عليها مش بس بياخدها ويديها لك، لا بيطور حاجات من نفسه. الفا ايفولف بيطور من خوارزميه كان بقالنا اكتر من 50 سنه مش عارفين نسرعها اكتر ما هي سريعه، اللي هي كانت ضرب المصفوفات. ساعتها كان مثلا مصفوفه عباره عن 4 في 4 تضربها في مصفوفه ثانيه 4 في 4، فكان طريقه تسريع المصفوفه ديت صعب حد يحلها، فجوجل استخدمت الفا ايفولف عشان انها تسرع الخوارزميه دي. الخوارزميه ديت بتستخدم في حساب المصفوفات والاشكال في الالعاب، فلازم يكون نقدر نلاقي طريقه ان احنا نسرعها بيه. وبالمناسبه ديميس حسابس اللي هو الرئيس التنفيذي للشركه واخد جائزه نوبل في الكيمياء، عشان تعرف ان الشركه ديت اصلا مش عاملها اي ناس. طبعا نرجع تاني بقى لمصطفى سليماني اللي انا قلت لكم هرجع لكم ليه. مصطفى سليماني ساب شركه جوجل خالص وكل علاقته بديب مايند وراح اشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت، ودلوقتي هو المدير التنفيذي لمشروع الذكاء الاصطناعي كله بتاع مايكروسوفت، هو اللي بيديره بشكل عام. وكان في حادثه معروفه من قريب اللي هي السيده المغربيه الشريفه طبعا اللي هي ابتهال ابو السعد، اللي كانت انتقدت سياسات مايكروسوفت في انها بتدعم اللي ما يسموش بادوات الذكاء الاصطناعي. ولو رحت على موقع ويكيبيديا باللغه الانجليزيه مش هتلاقي اي حاجه هتقول عن الحادثه دي، لكن لو قلبت اللغه للعربيه هو بيقول لك هنا في الحفل الذكرى ال50 لتاسيس الشركه حصل لسه قايل لكم عليه دلوقتي. وبس دي كانت قصه شركه ديب مايند باختصار. طبعا لو عايزين نعمل حلقه عن الفا ايفولف وازاي هو بيشتغل، ازاي بيحاول يفكر من نفسه، وازاي احنا قربنا لحاجه اسمها سينجولاريتي اللي هي ان الذكاء الاصطناعي يطور من نفسه بدون تدخل اي بشري. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.